عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، ستحضن قرنيت معنا لقد دنوان اسمح معك تفاغضكم برمو العجل مشيت كلا غيثما أكل نفغط قبل نغرب، ولكن قدر الله وما شاء فعل. أين نخدمك إن شاء الله بالخير والبركة ببارك ربي إن شاء الله بالمجلس هي المبارك رمضان والقرآن الكريم، موضوع درس وسيء. وما أدراكم ما رمضان؟ ما ردنا كثير ما رمضان، ردنا كثير ندرس القرآن الكريم. قال رب العالمين القرآن الكريم وحيد رمضان ورمضان والقرآن الكريم لا يفترقان. فغنى رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن الكريم يسمع ذوال ربي عزيزي، ذوال ربي يدحيون الأول، ذوال ربي يدهدون العباد، ذوال ربي يتسوين أوين العالم كليدين سيدي ربي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فالقرآن الكريم يتمام ينزل في رب العالمين يوم الشهور لأنه هو سيد الشهور، سيد الشهور لان شهر رمضان لان ماشي غير من شهور يطن إفضل رب العالمين. لكن يغيد ينزل زيس رب العالمين يتقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل رب العالمين صحف إبراهيم والسليم زوالة شهر رمضان، لكن كذلك ينزل رب العالمين التوراة على سيدنا موسى عليه السلام والسان وستة من رمضان، لكن كذلك ينزل الإنجيل على سيدنا عيسى عليه السلام قس وستطاش من رمضان، لكن يغيد ينزل القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قس 24 قالت من رمضان. فرمضان هو شهر للقرآن الكريم. الشهر عندما يتمام إلى نبادر ونقبل على القرآن الكريم لما فيه من الأجر والثواب العظيم يتمام إلى نفكيس ربي غزال المقام يواليس عزيزا. في القرآن الكريم يتمام إن تزيس النبي صلى الله عليه وسلم أمني غيثي سنة غرب سنة قرام يزور يحرج زيس تغورين سكا أمنا وري السنارة الذي قرانك هي الله جري سوري تروح. النبي عليه الصلاة والسلام قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه له أجران. أمينيك سنة يقرأ القرآن، أمينيك سنة يقرأ القرآن شهر رمضان يتمام وريت ضيعة رجعية عنده شهر يتضاعف رب العالمين زيس الحسنات، يتضاعف ربنا وزيس الثواب. فوينيك سنة يقرأ القرآن إن النبي عليه الصلاة والسلام تنويا مع السفرة الكرام البررة راح ترفع رب العالمين الدرجات نسوة السليم ودي واحد الملائكات. أما وينيك سنة يقرأ القرآن سلعة قرأ حرف حرف يعني ولي السنة في غركين وهي شي معناتها ولي السنة يقرأ القرآن، وبالعكس وهي مثلا رب العالمين يديك السين ورجوع يديك أجرين، رب العالمين يديك ضعف. يوشو النبي عليه الصلاة والسلام اللي يكسب قراءة القرآن وينظل أجر يديك رب العالمين القرآن زيس الحسنات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ما ينفع قراءة ولا رب العالمين أي نذكر بالحرف بذكر رب العالمين زيز الحسنة، والحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. فما إلا قرأت القرآن يتمع شوف شحال الحسنة ثلاث جنود، شوف شحال الحسنة ثلاث يعني الملايين من الحسنات أرثويت من خلال قراءة القرآن الكريم. فهي من خلال قراءته
ويني غير تنعتب الثغورين تنعتب وريسين راه يقرا حرف كان يتروزي تكا يتنعتب زيس ويا ولاد لاجريس وتسدي رب العالمين. فغنى النبي عليه الصلاه والسلام والذي يقرا القران وهو يتتعتع فيه له اجر. فكاش لي مور غيثما في الخير في شهر رمضان يثما إلا هو شهر القرآن، شهر الخيرات والبركات، الشهر اللي ندي وين يثما نصلح علاقتنا مع القرآن الكريم. يويد يثما نصوب الحال له نقعد الحال له مع القرآن الكريم. فما إلا غير لحظة شهور عدان فرطنا نقصر ونفكر نحكي القرآن الكريم ونضيع إلا غيني نضيع إلا غيني نقصر. ولكن الحمد لله شهر رمضان مراد يتساوي الخير ديالس يتساوي ديوث النفحة يسعى عيون الشهر مانيس يسعى عيون الشهر ما غيمانيس. شهر رمضان فيه نفحات وهو أنه شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. ففي بوران الجنة يثمن الدين شهر رمضان فرب العالمين يثمن يخدم الرغبة. ولهذا ما رادك شمع المساجد يخام ربيا أنا فكر الحمد لله المسلمين كي يقبلون على قراءة القرآن الكريم. ثم في شهر رمضان يثمن لما فيه من الاختصاص الذي يختص به صلاة التراويح وهو الذي معظم فيه وقراءة القرآن الكريم طوال رب العالمين. وكأنه يثمن أنه غيلان ورسعى الوخ نغور في كلام الحق القرآن الكريم في شهر رمضان ولكن من خلال صلاة التراويح هذه سلاوة رب العالمين. هذه سلاوة رب العالمين من خلال صلاة التراويح. فالقرآن الكريم يثمى ويغي يشفع يوم القيامة. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. دياس القرآن يثمى تشفيع مولانيس. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين يثمى أنه رب العالمين يسعى مولان. قال عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين ربي يسعى مولان إن لله أهلين من هم يدي مولان يسعى عزيز المقربين غير رب العالمين. أكل من لا يثمى الغرانيين ويكني غيلان عزيزين ويكني غيلان المقربين غير ربي سبحانه وتعالى. من هم يدي الناس من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ويشيغي لمولان إلا من المقربين عزيزي رب العالمين لمولان القرآن الكريم. ولهذا القرآن الكريم يستشفع مولانيس. النبي صلى الله عليه وسلم يتمغناد الصيام وحيد القرآن الكريم يشفعون لأصحابه. فغدي الصيام فيقول يا رب منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه. يا ربي مثلا من عاقي قال مكلا من عاق ديني غيدي الشهوات قصر رمضان والسن رمضان يا ربي تشفعتي. ويأتي القرآن الكريم فيقول يا رب منعته النوم من الليل فشفعني فيه. فقد يس القرآن يكون شفيعا لك يوم القيامة. ثم المنزلة في الدرجة عند العبد المؤمن يوم القيامة أتيني لكن يغيث الله وحيد القرآن الكريم. لكن يغيث الله العلاقين لكن يغيث مرتبط بالقرآن الكريم. لكن يغيث الغرين استغورين يداوم على قراءة القرآن الكريم. لكن رتني المنزلين والدرجتين يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت في الدنيا ترتل فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. المنزلين الدرجين الآيتين قالت اللي غيث اللي تقرأت أكن غرض قرأت القرآن الكريم أكن غادي السليم ربي أمكانيك الجنة أكن غادي الساعة علي أمكانيك الجنة. فالقرآن الكريم يثمان ثيم إذ التجارة تنقرات وحين رب العالمين. يقال رب العالمين إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
يرجون تجارة لن تبور. ولاش التجارة ميلان التجارة زيس تربح، ولاش الخسارة زيس أنشد التجارة راه معاملة وحيد رب العالمين. ذا شو التجارة راه معاملة وحيد رب العالمين؟ قراءة القرآن الكريم، الصلاة، الإنفاق، إطعام الطعام. ويقرأ القرآن الكريم ويحيي مثلا معاملة التجارة وحيد رب العالمين. والتجارة مدينة رب العالمين واخترارها. التجارة ديال نربح، التجارة ديال السعادة بالدنيا بالآخرة، التجارة ديال الفلاح. هي يثمى القرآن الكريم في شهر رمضان يسحق شرط خاص، نكهة خاصة، غير أنه القرآن الكريم يثمى مقرر في السنة 11 شهور يعدان، ولكن في شهر رمضان يسعى نكهة خاصة. كيف لا؟ ورب العالمين الناد إنا أنزلناه في ليلة القدر. والنبض رب العالمين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فالقرآن الكريم يثمان هو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل مبارك، وكلام الله عز وجل دواء، كلام الله عز وجل شفاء لما في القلوب، وكلام الله عز وجل ترتاح فيه القلوب وتطمئن به الصدور. وكما قال سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كل هموم الدنيا الإنسان ما يبغى تكس أدير ولا ربيع إن رب العالمين ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين. ونبغى نذير ونبغى نذير شفيع هذه شكتير رب العالمين من خلال واش؟ من خلال قراءة القرآن الكريم. مرة قرأت والو سيدي ربنا أقليك تهضر وحيد ربي، أقليك تهضر وحيد ربي، تقرأ بتدبر بتمعن، أتقرأ تكيا أتعلم تقليك وحيد ربي سبحانه وتعالى. فشهر رمضان يتمع أثنق الخير لهنا قلنا كلام صويع كان. أسأل الله عز وجل أن يبلغني وإياكم رمضان، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الشهر شهر مبارك، تجعل رب العالمين الشهر 9 ديال مربوح، الشهر ديال وين الخير يثمر في النار، الشهر ديال وين الخير يثمر غير من مرة، الشهر ديال وين الربح، الشهر ديال وين السعادة، الشهر ديال وين الفلاح، الشهر ديال وين ثرويث. خير كل الخير يثمر هو في كلام الله عز وجل. الخير كل الخير هو في كلام الله عز وجل. فما علينا إثما إلا أن نقبل على كلام الله سبحانه وتعالى، على قراءة القرآن الكريم. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دوين إثلام المنافسة، دين دوين السباق، وهو أنه أشحال يونر في قراءة القرآن الكريم بأمطار كل قدر استطاعته. يول مينا نسمع الذي يختم ختمة، ختمتين، 3 ختمات، 4 ختمات، 5 ختمات، أكثر من ذلك. أكن راضي يقرأ يون القرآن الكريم في شهر رمضان أكن راضي ضعف الأجر، الحسنات، الثواب. إذا يثمى وهي كلمة خفيفة إعلان السر بين رمضان والقرآن الكريم. إلا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا لقراءة القرآن الكريم، وأن يوفقنا لإحياء لياليه وصيام أيامه. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وأكتفي بهذا القدر.